اصل بص احنا كلنا عدينا بحاجات كتير قوي، تمام. مم. الحب ما بياكلش عيش، احنا عارفين ده حتى لو مش بنقوله، هي دي الحقيقه. ما بياكلش عيش. طب يعني لو الشخص اللي انتي بتحبيه يعني يا افريج يا يعني اللي هو يعني في المستوى المقبول او تحت المقبول سنة ماديا، وفي شخص تاني فيه صفات كويسة برضو، ويعني مش حاجة مثلا تنفري منها او ما تعجبكيش، بس الحالة حلوة، يعني مش في بنفر منه، صح. وفي صرف جامد. هختار الاحسن وانا مش بنفر منه ده. اصل بص احنا كلنا عدينا بحاجات كتير قوي، تمام. مم. الحب ما بياكلش عيش، احنا عارفين ده حتى لو مش بنقوله، هي دي الحقيقه. ما بياكلش عيش. الحب هو اللي بيخلي الواحد يستحمل، الحب اللي بيخلي الواحد يستحمل ويكمل ويعدي المشاكل، اه. ولا ايه؟ استحمل ايه؟ نستحمل مشاكل الحياه، نكره بعض في الاخر، هنبطل اصلا نحب بعض. يعني هتوصل لمرحله ان احنا بنبطل نحب بعض، وهنكره بعض بسبب المشاكل اللي حاصله، وبسبب ان احنا مش عارفين ناكل. لو هنتكلم ماديا، احنا بنتكلم ماديا، مم. مش عارفين نكفي نفسنا ومش عارفين نعيش مظبوطين في الاخر، هنبقى احنا اتنين بنكره ما بعض. تقفي جنب حبيبك يا راجل. لا انا بقف جنب نفسي والله العظيم، مش لاقي اللي يقف جنبي، فاهم. فانا لا، لا انا مش هعمل كده. طب ما تبنوا بيتكم طوبة فضة وطوبة مش ده. قادره. طب كبرنا على فكره ان انا ابني، انا بنيت، فخلاص مش قادره. يعني عيش ودق. إيه العمر فيه حبه قد كده، وكلنا هنموت في الاخر، فانا مش قادره.